خلينا نروح لحالات مباراة فيها حالات دقيقة، نشوف مع بعض هذه الحالات ونبدأ بالحالة الأولى ونشوف هنا هدف تم إلغاؤه بعد الرجوع إلى تقنية الفار للتسلل لعب الكرة. لما نقف عند لحظة لعب الكرة نلاقي أنه بالفعل المهاجم التونسي سابق في نصف الملعب الآخر ولا مدافع موجود في هذه المكان. مش محتاجين طبعا هنا لتقنية الفار، ولكن نشوف بعد كده التقنية الحديثة. طبعا التقنية الحديثة هتفيدنا في الحالات الصعبة والحالات السهلة أيضا. ادي الحالة اهي وادي التوضيح والتسلل صحيح. نروح للحالة اللي بعديها ونشوف هنا نشوف مطالبة بركلة جزاء. نشوف مع بعض هل هناك ركلة جزاء يستحقها المهاجم التونسي ولا لا. احنا هنا العبرة بلعب الكرة، نشوف من وصل الى الكرة من لعب الكرة، ده هيبان لنا من الإعادة حتى انه اللاعب مقتنع بقرار الحكم. نشوف هنا اللعبة اهي ونشوف مع بعض مدافع الدنمارك يلعب الكرة عشان تخبط في قدم لاعب التونسي، وبالتالي لا توجد ركلة جزاء، قرار الحكام صحيح. نفس الشيء هنروح لحالة أخرى لصالح الفريق الدنماركي ونشوف أيضا هل هناك ركلة جزاء ولا لا. نشوف مع بعض هنا. طبعا هناك كرة القدم أصبحت لعبة التحامات وهناك احتكاكات كثيرة، وهذه اللعبات لازم نتعود عليها من دلوقتي كلاعبين كرة، انه هنا الجسم قريب جدا، مفيش اي فروقات، مفيش اي خروج من اليد، وبالتالي ايضا قرار الحكام صحيح. طيب نروح بقى لأهم حالتين في المباراة. نشوف الحالة دي ونشوف دقة الحالة ونشوف دقة تطبيق القانون. الكرة تصطدم بيد المدافع. نروح للتفاصيل. هنا مطالبة بركلة جزاء، الحكم بينتظر قرار الفار. خلي بالك معايا، لاعب تونس لعب الكرة ثم، وانا وقفت اللقطة هنا ليه، ثم قام لاعب الدنمارك ايضا بلعب الكرة بالفخذ زي ما احنا شايفين. نكمل لما الكرة تتلعب من اللاعب، من قدمه، من رأسه، من جسمه تتلعب وليست اصطدام. هنا لعب اللاعب واصطدمت بيده، وبالتالي هنا من القدم إلى اليد بتعمد لعب لا تحتسب ركلة جزاء والقرار صحيح. آخر حالة هنشوف مع بعض أيضا اصطدام الكرة باليد لمدافع تونس أثناء الركلة الركنية، تصطدم باليد، الحكم موجود، الحكم أشار باستئناف اللعب، ولكن هنا حكم الفار حصل استدعاء للحكم. نشوف مع بعض الكرة أهي، اليد في محيط الجسم، قريبة من الجسم، اللاعب لم يتعمد وضع يده في هذا المكان، هو قرب اليد من الجسم، لا يعاقب عليها اللاعب. وفي نفس الوقت هناك أيضا استثناء للكرة لما تيجي من مسافة قريبة سواء من الزميل أيضا، وفي هذه الحالة لا يمكن للحكم أن يحتسب وقرار الحكم صحيح. ده كان كل اللي عندنا النهاردة. تحياتي ليك هشام.